البارح في المغرب اللي هو 22 في شهر جوج، تخيلوا معايا بسبب الشارج ديال التليفون مشاو الضحيه ديالو خمسه ديال الاطفال. خمسه ديال الاطفال مساكن مشاو ضحيه ديال واحد الشارجور ديال التليفون مع الاسف الشديد. سمعوا هذا المقتطف اللي كيتكلم على الموضوع اللي وقع البارح في المغرب، نكملوا الكلام ديالنا ونعطيو نصائح للناس باقيين ما عارفيناش ربما باش كيطيحوا في هذه المواقف وكيضيعوا حياتهم وحياه ولادهم. تفضلوا. السبت كان يوما مؤلما في المغرب مع الإعلان عن مجموعة من الحوادث المؤسفة على رأسها حريق في أحد منازل مدينة تمارة قرب العاصمة الرباط، والذي أودى بحياة 5 طفلات. مصادر مغربية قالت إن سبب الحادث شاحن هاتف ترك موصولا بالكهرباء. أما الضحايا فمن أسرتين أعمارهن تتراوح بين أشهر و5 سنوات. وفور نشوب الحريق هرأ مجموعة من الشباب لمحاولة إطفائه وتمكنوا من إغاثة رجل مسن، لكنهم لم يعلموا بوجود الصغيرات في إحدى الغرف هناك. السلطات طبعا سيطرت لاحقا على الحريق وفتحت تحقيقا في الحادث تحت إشراف النيابة العامة من أجل الكشف عن أي تفاصيل مرتبطة بالحادث والمسؤولين عنه. الحادث جدد تحذيرات مواطنين من شواحن مقلدة وذات جودة سيئة منتشرة في الأسواق. كيف ما سمعتوا فهذه الحقيقة المؤلمة اللي وقعت البارح في المغرب، بارح السبت اللي وقعت هذه الكارثة هذه بسبب الشارجور ديال التليفون مشاو الضحية ديالو 5 ديال الأطفال الصغار. القصة وما فيها الإخوان أن الناس كيحطوا التليفون يتشارجا، كيخليوه يتشارجا وكيبقى يتشارجا وكيعمر 100% وما كيحيدوش التليفون من الشارج. شنو هما الأخطاء اللي باقي كيرتكبوا الناس لحد الساعة واللي كدير هذه الكوارث هذه؟ وهذه ماشي أول مرة في المغرب، ماشي أول مرة في المغرب غيمشيو ضحايا بسبب الشارجور ديال التليفون. كاينه ثلاثة ديال الأخطاء اللي كيرتكبوها بزاف ديال الناس في التعامل ديالهم مع التليفون والشارج ديال التليفون. إذا تفاديتي هاد 3 الأخطاء فأنت غتكون بصحة جيدة وما يوقع لك والو بإذن الله. إذا باقي كترتكب 3 الأخطاء فأنت كتقلب على الخطر بعينك. تفهمنا الإخوان؟ ونتمنى أنكم تبارطاجيو الفيديو مزيان، خلي المعلومة توصل للجميع. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الخطأ الأول اللي كيرتكبوه الناس شنو هو؟ وأنهم كيشريو الشارجور رخيص، حيت أنه رخيص كيشريوه. الكابل ديالو عيان، الفولت ديالو عيان، كله عيان، حيت أنه رخيص. هذا هو الخطأ الأول. ما تشريش الشارجور حيت رخيص، لا، شريه حيت كاليتي، حيت جودة، حيت اوريجينال، حيت مزيان، حيت الكابل غليظ، حيت الفولت مزيانين، حيت كلشي مزيان، شريه. أما إلا كان رديء الجودة ما تشريش حيت رخيص، حيت هاد الشطارة هذه غتخرج لك يعني مضوبلة، يعني بسبب الشارجور غتحرق لك دار أو يموتوا لك ناس عزازين عليك. تخيل معايا يعني الفرق 20 درهم أو 30 درهم الفرق، أنت غادي تضيع حياتك. الخطأ الأول ما تشريوش الشارجور اللي رخيص واللي الجودة ديالو عيانة، شريو الأوريجينال اللي عنده الجودة مزيانة. هذا الأولى. الخطأ الثاني ما تخليش التليفون كيتشارجا تمشي تنعس ولا غدا في الصباح تحيدو، أو لا تخلي التليفون كيتشارجا في الدار وتخرج أنت تقضي شي غرض، تعطل 3 سوايع 4 سوايع، التليفون يكون عمار وصل 100% وباقي تما لاصق في الشارج. هذا الخطأ الثاني ما ترتكبوش، لأن هذا الخطأ الثاني اللي كيديروه الناس كيخليو التليفون كيتشارجا مثلا بالليل حتى الصباح عاد كيحيدوا الشارج، كيكون عمر 100% وبقى تما كيتسبلوطار، يعني في اي لحظه يقدر يدير بوم يطرطق ويشعل العافيه في الدار. ما تخليش التليفون كيتشارجا وتنعس، وما تخليش التليفون كيتشارجا وتمشي للسوق ولا تمشي للمدرسه ولا تمشي لاي بلاصه حتى تجي على خاطرك عاد تحيدو. الخطا الثاني ما ديروش. الخطا الثالث اللي كيرتكبوه بزاف ديال الناس ان التليفون كيخوالهم الباتري هو باقي كيستعملوه، كيقول راه نحطوه في الشارج، كيحط التليفون يتشارجا، في الوقت اللي التليفون كيتشارجا كيبقى هو كيستعمل التليفون ديالو، يعني ما كيخليش يتشارجا على خاطره، لا هو كيتشارجا وهو كيستعملو في نفس الوقت. هذا خطأ الثالث اللي يقدر يخرجك على حياتك واللي يقدر يسبب لك كوارث واللي يقدر ينفجر لك الهاتف في اي لحظه في يديك. خاصه شنو؟ خاصه الهواتف اللي هي الجوده ديالها سيئه، ديك التليفونات الرخاصين، هذاك خطر. الشارجور رخيص مره حتى هو خطر. انت كتتعامل مع واحد الحاجه اللي هي سيئه الجوده، سواء كان الشارج او التليفون، وكتعطيه اكثر من القياس ديالو. مثلا كتحطو يتشارجا اكثر من القياس ديالو وهو ما كيتحملش ديك القضيه هذه. الخبراء اللي في هذا العلم ديال التكنولوجيا يقول لك التليفون ملي تبغي تشارجيه حتى ويكون التليفون من جوده عاليه من التا غاما مثلا ما تخليش يوصل ل 100%، من الاحسن 80% 9% حيدوا الشارجور باش كيبقى الباتري ديالو في مستوى جيد وكيقدر يبقى لك وقت طويل. هذا كنتكلموا على التليفونات اللي هما التا غاما المزيانين، ما بالك بديك الرخاصين. اذا ما تخليش التليفون كيتشارجا وانت كتستعملو،
ما تخليش كيتشارجا وتمشي تسخر وتمشي تنعس وتخلي الليل كامل كيتشارجا، يقدر يطرطق في اي بلاصه. وما تشريش الشارجور اللي هو رخيص جاي رديء جدا. المصيبه الكحله ديال الناس ديالنا الله يهديهم، الشارجور الرخيص غيشريه ب 20 درهم 30 درهم، واللي هو كاليتي 50 درهم 70 درهم مثلا. بسبب 50 درهم ديال الشطاره او 40 درهم ديال الشطاره تقدر ديرو لحياته. راه ماشي مره ماشي جوج في المغرب كيوقعوا هاد الكوارث هادو، راه وقعوا كوارث. وكنظن انا هذه شي عامين درت فيديو على هذا الموضوع هذا بالضبط، وكنقول بان ما ديروش هاد ثلاثه الاخطاء هادو في حياتكم. راه هاد الشطاره هذه كتخرج لكم عوجه وغتضيع لكم الناس اللي عزيزين عليكم. 5 ديال الاطفال، وكان ممكن انه كما سمعتوا يعني في المقتطف كيقول يعني شعلات العافيه في الدار، وكان فيها الدراري الصغار من عائلات، من جوج عائلات، كان فيها ناس كبار يعني دخلوا ولاد الجيران وتقاتلوا وداروا مجهودات ديالهم مساكن ونقضوا ديك الناس الكبارين، ولكن الدراري ما قدروش ينقذوهم. الدراري صغارين، كاينه بيبيس وكاين الدراري اللي هما صغارين، بيبيس شهوره 5 سنين 4 سنين، مع الاسف مشاو مساكن ضحيه ديال واحد ما عرفتش شنقول. ما بغيتش نسب هذا اللي كان كيدير هذا التصرف هذا، ربما يكون خطا في التصرف ديالو، داروا عن غير قصد، عن غير قصد ربما داروا وارتكب هذا الخطا هذا. يعني هذه الامور هذه راه ما يمكنش تبقى في هذا الزمان هذا وانت باقي كدير هذه الاخطاء هذه، باقي كتشري الشارجور ديال 20 درهم ولا كتشريه من البالي مهلوك، ولا الكابليات ديالو مقطعين وانت باقي كديباني فيهم تما وكتخربق وكتحطو يتشارج التليفون شاريه ب 20 اورو ولا 30 اورو. عطيه اكثر من القياس ديالو. شويه الانسان يعرف يتعامل مع التكنولوجيا، يعرف كيفاش يتصرف معها، يعرف فوقاش وكيفاش وعلاش. ماشي غير هكا بنادم مع غادي. 5 ديال الرواح راه ماشي سهله الاخوان، 5 ديال الرواح هادو راه ماشي سهله، سبب حريق اللي هو الاصل ديالو شارجور ديال التليفون. شارجور ديال التليفون كيدير 20 درهم ولا 30 درهم، ضيع الحياه ديال الاسره كامله مع الاسف الشديد. نتمنى انكم تاخذوا بعين الاعتبار هاد النصائح هادو وديروها في حياتكم، ماشي واه من بعد صافي ما كاين والو، من بعد غازيد وصافي. هذه اخطاء ما كيصلحوش بها الناس. وحتى طريقه استعمال الهاتف مثلا ملي كتكون بالليل مثلا ملي تكون مع التليفون كتشوف التليفون الا كان الليل ولا بد يكون الضوء شاعل. اذا كنتي كتستعمل التليفون والضوء كاملين طافيين وكتشوف التليفون وما مهبطلوش الضوء ديالو الماكسيموم، هذاك الضوء ديالو غادي يعور لك عينك، وهذاك الضوء ديالو يقدر يسبب لك السرطان، وهذاك الضوء ديالو يقدر يهلكك في صحتك، والشبكه ديال العين كامله تمشي لك بسبب الضوء ديال التليفون اللي كيكون مجهد والونتوراج ديالك مظلم ما كاينش الضوء. هذاك يقدر يخرج عليك. يعني الا كنتي باقي غتقصر بالتليفون بالليل، على الاقل الضوء اللي حداك يكون شاعل، والضوء ديال التليفون تكون هبطوا الضوء ديال المينيمو ديال التليفون باش يكون ما كيبانش، باش ما يعوركش في عينك وما يأذيكش. راه الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. هذه التكنولوجيا غتستعملوا استعمال جيد غادي ينفعك ويقضي لك المصالح ديالك، حيت التليفون مزيان في الحياه، مهم ولا بد كيعاوننا بزاف ديال الامور، ولكن استعملوا عند الحاجه. اما الاستعمال المفرط بلا حتى شي معنى فهنا الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. وهذا المثال كنتفق في التليفون نيشان صراحه بحذافير هذا الامر هذا. اخوان هادشي اللي بغيت نقول في هذا الفيديو، ديروا لايكات، بارطاجيو المعلومه، خلي الفيديو يوصل للجميع. حتى الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.